زي ما بيتقال في المغرب تكوين اللعيبه، ازاي اسسها، ازاي اعلمها الاساسيات في النسائيه والشاطئيه والخماسيه والكره في الناشئين والشباب ومنتخب الاول كله. وهم على فكره يعني هم ما اخترعوش العجله، صح. هم مشيوا على سيستم كوبي بيست من نظام نجح. بقى عندك الملاعب اللي احنا بنتفرج عليها، في انت عندك البنيه التحتيه، الناس كلها تطلع تقول لك الانفراستراكشر فكره حلوه جدا وقويه جدا، بتمشي في الملاعب، بتمشي في الولاد، بتمشي في المدربين، بتمشي في الكلام ده كله. اخيرا فاقوا. احنا عارفين ان الجوده دي مميزه جدا. وبعدين ايه حكايه منتخب المغرب؟ انتوا دايسين عليكم كده في كل البطولات. والله العظيم منتخب المغرب فضح امريكا في كل الفئات السنيه، فاضحينهم، دايسين عليهم بشكل غير طبيعي. المعنى الحقيقي لمنتخب احذر العائدين من الموت، من منتخب خلاص شبه خرج من البطوله، منتخب بيعمل رقم قياسي في المباراه اللي بعدها، فوز ب 16 هدف، 16-0 لمنتخب كاليدونيا، ويعمل رقم قياسي تاريخي في تاريخ كاس العالم للرجال عموما في كل الفئات السنيه. الحمد لله، هادشي جا من عند الله سبحانه وتعالى. بقينا كندعيو الله ما خيبناش، وكنشكروا لي كوتش ديالنا، خصوصا المباراه القادمه غنواجهوا الخصم اللي واجهناه في النهائي ديال كاس افريقيا، منتخب مالي. ما يكونش ماتش ساهل، بغاو يرجعوا لنا الفوز اللي كان في المغرب، وان شاء الله حتى حنا نفوزوا عليهم ان شاء الله. ملعب ولا اروع، وسيرتو في هذيك الشتاء طيح وكذا منا، وبحال تفرج. المهم اوروبا اضواء والروينه اضواء الكاشفه والروينه. راه الخيال العلمي صافا تزيكو طفاوله تيرنيت ومشاو يرقدوا لنا. وهذا الملعب ما غادي تقارن حتى بملعب. هذا الملعب ما صافو ما يقارنوا فيه. ملعب مولاي عبد الله قال لك فوتوشوب ومنا صيفط الاصل ديال اسبانيا راه في صدمه. الخلع كيفاش بناو ملعب عالمي. راه الخيال العلمي صف على صحافه زيكو. العمال المغاربه من يصفعوا بالقوي. والمغرب راه يتقارن مع الدول الاوروبيه. درك انا مثلا لقيت غدوه يجي يقول لك اودي انا، وعنده الحق، راه يقارن المغرب كامل تقارن مع الدول الاوروبيه. افريقيا واش عندها شي ملعب بحال هذا؟ ما شوف، ما تقارنوا حتى مع شي حاجه. افريقيا مع احترامات افريقيا ما تسكبش. ما شوف ارضيه الميدان، غير ارضيه الميدان واش تقارنها مع افريقيا؟ ارضيه الميدان اللي كانت في ملعب مولاي الحسن وملعب البارد واليوم ما تاثرتش. الامطار طيح تهود، الامطار تهود بحال وما تاثرتش. ملعب طنجه من اكبر الملاعب في افريقيا، مغلف وجاهز ويطلع عليكم من طنجة. ملعب فخم، ملاعب كثيرة. لأن في بعض الإعلاميين قالوا أن المغرب غير قادرة أو غير جاهزة على استضافة كأس أفريقيا أو كأس العالم. لا بالعكس، جاهزة، والملاعب أعتقد جاهزة يعني، والشغل مميز كذلك. ملاعب كثير، وأعتقد البنية التحتية مميزة في المغرب. طبعا. شوف الملاعب الآن في المغرب، هذا مش استنقاص، لا، ولكن روح شو النظرة الثانية للمغرب،